اجمل واطعم صينيه سمك ماكريل هتعمليها بطريقتي النهارده. بجد خطيره جدا، هتاكلي صوابعك وراها. سهله وبسيطه وجميله ومش هتاخد معاكي وقت ولا حاجه. ريحته هتجيب لاخر الشارع. في ناس كتيره مش بتحبه علشان ريحه الزفاره الزايده اللي فيه. النهارده بقى هقولك ازاي هنقضي على ريحه الزفاره. كمان هنعمل خلطه جباره هنحطها عليه، حاجه بقى كده تحفه. هتبهري بيها كل اللي هيدوقه. وكمان لو في حد مش بيحب السمك المكاريل بالطريقه دي هيحبه جدا. يا ريت تتابعوا الفيديو للاخر، ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو واشتراك في القناه. تعالوا بقى نشوف الطريقه اللي احنا هنعمل بيها السمك. اول حاجه هنحضرها معانا السمك ده نوعه ماكريل، وفي ناس بتسميه روسي. بياعين كتير بيستغلوا جهل الناس بالشكل المظبوط لسمك المكاريل، وبيبيعوا لهم نوع سمك تاني. السمك التاني ده ما بيبقاش فيه نفس القيمة الغذائية بتاعة السمك المكاريل. طب ازاي اعرف ان كانت السمكة اللي انا هشتريها دي سمكة مكاريل ولا نوع تاني؟ مبدئيا كده السمك المكاريل بتكون خطوط الظهر لونها غامق وواضحة، والبطن بتكون فاتحة. كمان سمكة المكاريل بتكون نحيفة كده من عند البطن، وكمان عيون سمكة المكاريل بتكون صغيرة. في انواع كتيره طبعا من المكاريل زي الهولندي والنرويجي والايسلندي. طبعا افضلهم الهولندي لانه قيمته الغذائيه عاليه جدا وغني بالاوميجا 3. كده عرفتكم تفرقوا ازاي بين سمكه المكاريل واي سمكه تانية. تمام كده. اول حاجه بقى جبت سمكه المكاريل، غسلته كويس جدا واتخلصت من الراس لان فيها نسبه زفاره عاليه فمش عايزينها خالص. فتحت بقى السمكه من الظهر بالشكل ده، وبشيل البطن وبنضفها كويس، وبشيل اي حاجه غامقه فيه من جوه. علشان بقى اضيع ريحة الزفارة بغسله بمعلقة كبيرة من الطحينة وبشطفه كويس جدا، بيبقى مفيش فيه اي ريحة زفارة خالص. هجهز بقى تتبيلة السمك اللي هي عبارة عن عصير ليمونة كبيرة ونص معلقة صغيرة من الكمون والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم ونص معلقة صغيرة من الملح. هقلب المكونات دي مع بعض وهتبل بيها السمك كويس جدا. عايزة اقول لكم التتبيلة دي بتخلي السمك في حتة تانية خالص. كده تمام. هسيبه بقى في التتبيلة دي لمدة ساعة. في الوقت ده هجهز الخلطة اللي هحشي بيها السمك. هجهز بقى الخضار، هجيب نص فلفلاية حمرا هقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده. هستعمل في الوصفة ديت الفلفل الألوان. عايزة أكلمكم شوية عن الفلفل. بالنسبة لطعم الفلفل حلو قوي لما بيتضاف على أي أكل، بيدي سكارة كده وطعم مميز للأكل. مش الطعم بس، كمان بيدي شكل حلو للطبق. زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل البق، بيدي شكل مميز للطبق. كمان بالنسبة لفوائد الفلفل هنلاقي ان الفلفل فيه نسبة كبيرة من فيتامين سي ضعف فيتامين سي الموجود في البرتقال. تخيلوا كمية فيتامين سي الموجودة فيه. اما بقى الفلفل الاصفر هنلاقي فيه فيتامين سي اكتر من الموجود في الفلفل الاخضر. ومش بس كمية فيتامين سي هتكون اكتر، في مادة البيتا كاروتين بتكون اكتر. المادة ديت ما بتدخل جسمنا بتتحول لفيتامين ايه. نيجي بقى للفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر فيه فيتامين سي اكتر من الموجودة في الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر. وكمان في مادة البيتا كاروتين ومادة اللايكوبين بتعمل كمضادات أكسدة. حاولوا بقى تدخلوه في كل الأكل علشان نستفيد من فيتامين سي ومادة البيتا كاروتين وكمان مادة اللايكوبين. هتقوي مناعة الأطفال وتخليهم كده بصحة جيدة. كمان جزراية قشرتها وبشرتها بالشكل ده. بالنسبة للجزر فيه فوائد كتيرة جدا للعين. بيحمي من جفاف العين علشان في برضو مادة البيتا كاروتين زي الفلفل الأصفر، وبيحمي من خطر الإصابة من السرطان. جبت كمان طماطمتين وسط كده وقطعتهم مكعبات بالشكل ده. بالنسبة للطماطم فاحنا عارفين ان هي مفيدة جدا لصحة القلب ومفيدة للشعر وللبشرة. هجيب بقى راس توم هقشرها وافرمها ناعم. وبالنسبة للثوم بيعتبر مضاد حيوي وبيقلل من مستوى الكوليسترول الضار وكمان بيقوي المناعة. آخر حاجة بقى هجيب حبة بطاطس متوسطة الحجم هقشرها وهقطعها مكعبات صغيرة. بالنسبة لفوائد البطاطس بتحسن صحة القلب وبتنظم مستويات السكر في الدم ومفيدة للعظام وفيها مضادات للأكسدة. بعد ما قشرت البطاطس هقطعها كده نصين وهقطعها صوابع صغيرة، وبعد كده هقطعها من صوابع لمكعبات. وممكن برضو تعمليها حلقات، بس انا حابة في الوصفة دي ان هي تبقى مكعبات.
عايزة اقول لكم شوية عن فوائد سمك المكاريل. له فوائد كتيرة جدا، بيقوي المناعة والذاكرة وبيحمي من السرطان وبيقوي الأسنان والعظام وبيقلل كمان الالتهابات في المفاصل. فعلى الأقل لازم تجيبوه مرة في الأسبوع. حلو جدا للأطفال يعني. بعد ما قطعت البطاطس هغسلها بقى كويس وهنقعها في شوية مية علشان ما تأكسدش وتسود معايا. بعد ما قطعت كل الخضار في طاسة على النار هحط شوية زيت، هسيبهم يسخنوا. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من التوم، هشوحها في الزيت لحد لما ريحتها تطلع والتوم يدبل. بعد كده هنزل بالطماطم، هسيبها تطرى شوية. بعد كده هنزل ببقية الخضار، الفلفل والجزر، هشوحه كويس جدا مع بعض. اخر حاجة هضيف البطاطس. بعد كده هتبل الخلطة الجميلة دي بنص معلقة صغيرة من كل من البابريكا والكزبرة والفلفل الاسود والكمون، ومعلقة صغيرة من الملح، وده حسب الرغبة. دوقيها لو حسيتي ان هي محتاجة ضيفي لها تاني براحتك. هقلبهم كويس جدا مع بعض وهسيبهم على النار 10 دقايق. انا مش عايزة الخضار يستوي، انا عايزاه بس يطرى شوية. كده التتبيلة جاهزة معايا. هجيب الصينية بتاعتي هدهنها بشوية زيت صغيرين، بعدين هحط السمك، هوزع بقى الخلطة عليه بالشكل ده. كده تمام. بعد ما وزعت الخلطة على السمك اتبقت خلطة معايا، هوزعها بقى في الصينية بالشكل ده. عايزة اقول لكم الخلطة دي بتبقى طعمها رهيب. جبت بقى قرنين فلفل كده حطيتهم في الصينية، بيبقى طعمهم حلو جدا. وفنجان من المية هوزعه في الصينية كده. هغطي بقى الصينية بورقة فويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 220 او اعلى درجة عندك. هنحطها على شبكة الفرن في الرف الاخير، وبتقعد في الفرن تقريبا نص ساعة. في الوقت ده هجهز رز الصيادية. عندي بصلاية كبيرة هقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده. بقى البصل ده مليان فيتامين سي، بيقوي المناعة، مفيد جدا لمرضى السكر، بيمنع الجلطات، بيحسن الأوعية الدموية. فمن الحاجات المفيدة جدا لصحة الإنسان، يعني المفروض ناكله كل يوم. هنعم البصلة كويس جدا بالسكينة. بعد كده في حلة على النار هنزل بشوية زيت، سبتهم لحد ما سخنوا، ونزلت بالبصلة اللي احنا قطعناها. هشوحها بقى كده لحد ما تحمر معايا ويبقى لونها ذهبي. بعد كده هنزل بكوبايتين من المية ومعلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الكمون والفلفل الاسود، وكمان معلقتين صغيرين من البابريكا. هسيبهم يغلوا مع بعض. بعد كده هنزل بكيلو من الرز، طبعا غسلاه ومصفياه كويس. اخر حاجة هضيفها كوبايتين كمان من المية. هقلبه بقى كده واغطيه، ولما المية تتشرب ههدي عليه البوتاجاز زي الشمعة وهسيبه يستوي، وبيبقى مفلفل معايا زي ما انتوا شايفين كده. بعد مرور نص ساعة على تسوية صينية السمك هطفي الفرن وهولع الشواية علشان السمك ياخد وش ويتحمر ويبقى معايا بالشكل ده. اجمل واطعم صينية سمك مكاريل. شايفين مستوي كويس جدا وبيدوب، وكمان الرز تحفة. شكل الطبق بصراحة بيتكلم عن نفسه، خطير. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، ومستنية رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية جاية ان شاء الله. في امان الله.